قايل لكم باخر اخبار نادي الزمالك. يلا بينا. الزمالك بيخسر 1-0 في جون في اخر 3 دقايق من ضربة جزاء قدام وادي دجلة في الودية. الزمالك قريب من ضم عمر فايد على سبيل الاعاره لمده موسم واحد. الزمالك يستبعد فتوح من حساباته خالص ويكون البديل بتاعه هو توفيق محمد من بوتريجيت. احنا عارفين نجيب لاعب من بوتريجيت عشان انت تقول لك البديل بتاعه من بوتريجيت. ده احنا دخلنا في لاعبين ما ادالناش ولا لاعب. الراجل بتاعهم اهلاوي واضح خالص. ما شاء الله على فتوح، يعني المعسكر خلص واهم معسكر للزمالك واللي هو التحضيري اصلا للمدرب الجديد وانه يعرف اللعيبه. الراجل ما حضرش الا يوم ولا حاجه والباقي كله مقضى حفلات وعم تعبان ومش عارف مين تعبان. ما شاء الله عليه يعني. الزمالك بيخرج صبحي من حساباته برضك وهيكون الحارس الاساسي الموسم الجاي هو مهدي. عبد الحميد المغربي لعب النهارده في الماتش الودي وواضح قوي من النتيجه انه لاعب كبير. الله اكبر عليه. خسرنا 1-0 بس. تيدي اوكو مخلص مع الزمالك وماضي والنادي بتاعه مخلص وبعت ورقه وكل حاجه.